اهلا بيكم. تعال اما اقول لك على 4 حاجات عشان ينضفوا، لازم ينضفوا. فلتر الغساله الاوتوماتيك لازم تنضفه من بواقي الوبر بتاع الملابس، من بواقي المخلفات اللي ممكن تكون في الجيوب زي المناديل مثلا، من رواسب المسحوق علشان ينضف لك الملابس. الحاجه التانيه فلتر غساله الاطباق لازم تنضفه من بواقي الدهون، بواقي بقايا الطعام، علشان يشتغل بكفاءه ويديك نتيجه ممتازه في غسيل الاطباق. الحاجه التالته فلتر الميه، ده لازم تنظف. اهم حاجه فيهم الشمعه الاولانيه، لازم تنظفها باستمرار او لازم تغيرها باستمرار، لان لو ما نظفتهاش هيأثر على الفلتر ككل وهيأثر على بقيه الشمع، والشمع طبعا الباقي غالي، هو ليه مواعيد، بس لو ما نظفتش الشمعه الاولانيه الفلتر كله هيبوظ وهيديني ميه مش صحيه. الحاجه الرابعه الفلتر اللي بيكون فوق البوتاجاز سواء الهرمي او المسطح، لازم تنظف الفلاتر بتاعته من بواقي الدهون والاتربه والادخنه، لان لو ما نضفتوش هو هيفضل شغال بس مش هيديك اي نتيجه اثناء الطبخ، وهيخلي ريحه الطبخ في البيت كله. اشوفك الحلقه الجايه.